التنظيم السياسي التي لم تتعرف عليها الأحزاب العربية مش المصرية بعد، وأن الفضل لله في أن هدى المهندس أحمد عز في أن يستخدم هذا الأسلوب. طبعا بأكرر وبقول نواب المصالح مش جايين، النواب اللي الحزب هيجيبهم النواب الذين يمثلون ويعكسون الشعب ورأي الشعب. بس اطمئنوا يعني ما تقلقوش، المرة دي غير كل مرة. واللي الحزب هيجيبه هيقف معاه بكل إمكانياته، لأنه هيبقى بناء على رغبة الجماهير، والجماهير نفسها هتقف معاه لأن هي اللي جايباه وهي اللي عايزاه، مش مفروض عليها، ولا جايب واسطة وجاي مرشح الحزب، ولا دافع قرشين وجايب مرشح الحزب، ولا كلام فاضي من الكلام الفاضي اللي الناس كانت عارفاه وكانت بتقعد تقوله. بقول لكم يا كل من يشاهدني، والله أعلم مين بيشاهدني، ترشيحات الحزب لهذه المرة ستكون على الفرازة ومنعكسة من رأي الجماهير، من رأي الشعب، من خلال النظام بتاع المجمعات الانتخابية واستطلاعات الرأي، وأيضا مضاهاة استطلاعات الرأي باستطلاعات الرأي، وآراء القيادات الطبيعيين والقيادات المراقبين إلى آخره. فاطمئن يا سيدي اهو، ما تروحش تشكلوا مع الراجل الدكتور، شوفوا الأول انتوا جايين ولا مش جايين.